كتير قوي قوي بتقول يا دكتور انا مش باكل غير وجبه واحده ومع ذلك ما بخسش. ما هو طبيعي، ده طبيعي جدا ان انا لو ما باكلش غير وجبه واحده في اليوم ان انا ما اخسش. ليه؟ لان اللي انا معنى ان باكل وجبه واحده في اليوم ان انا بدخل الجسم في حاجه اسمها starvation مود، يعني بدخله في مجاعه زي ما بيقولوا كده، ان هو بيبقى الجسم زي بيكون مخونك، فبياخد اي اكل انت بتاخده شايف ان هو ان انت بتديله وجبه واحده، فالوجبه دي بياخدها يخزنها، فالحرق بتاع الجسم بتاعي بيتاثر وبيتدمر. عشان انا باكل وجبه واحده، انا في دماغي ان انا كل ما هقلل الاكل كل ما هخس اسرع. لا، مستحيل. لازم عجز السعرات يبقى من 300 ل 500 سعر، 600 سعر بالكتير، ما كترش عن كده. فكره ان انا بكتر عن كده ان انا بدخل في starvation مود وجسمي مش هينزل، ويوم ما هينزل ميه وهينزل عضل والدهون هتفضل زي ما هي، وهرجع اللي نزلته هرجعه تاني على طول. الميه هتزيد في جسمي فهتنزل، اول بقى ما اوقف وارجع اكل طبيعي الاقي الميه كلها رجعت تاني. ايه ده مفيش اي حاجه حصلت، والاقي المقاسات ما بتنزلش وحاسه اني بنزل على الميزان وخلاص. فدي مش حاجه صحيه. تاني حاجه ان الوجبه الواحده ليها اضرار. الوجبه الواحده اول حاجه انها بترفع الكوليسترول في الدم، فمش عشان انا باكل فاهم ان انا هقلل كميات الاكل ان انا هبقى كويس. في نظام دايت اسمه الاوميد، ده هبقى اكلمكم عنه في فيديو منفصل. ده نظام الوجبه الواحده، لان انا باكل وجبه واحده بس في ساعه معدله من 3 ل 4 بكميات برضو. انما فكره ان انا بختصر الاكل كله، في ناس بتاكل وجبه واحده وجبه قليله، يعني في ناس بتاكل وجبه قليله، لا هي مش كده، يعني مش الدنيا اللي هو هنقلل الدنيا هتظبط. لا، لازم تاخد 5 وجبات او على الاقل 4 وجبات، 3 رئيسيين و2 سناك. ونفطر يا جماعه، الفطار مهم. ونفطر ونتغدى ونتعشى، ال3 حاجات دول. وطبعا ما نتعشاش نشويات، نحاول نقلل يكون محتوى العشاء والفطار فيه بروتين اكتر عشان ما اقومش تاني يوم الصبح جعانه. والكرب ما يكونش في وجبتي اكتر من 65%. انما فكره ان انا باخد وجبه واحده اللي هو زي فكره دايت الميه ودايت الفاكهه والكلام دوت، هتلاقي الكوليسترول عندك، الحصوات، هتلاقي الدنيا كلها بايظه. بدخل كميات كبيره او كميات، سواء كميات كبيره او كميات بسيطه. عايز تعمل اوميد، لا ده ليه سيستم تاني لوحده، وده انا اصلا مش بنصح بيه نظام الوجبه الواحده. لازم يبقى عندك لايف ستايل، لازم تتعود. احنا مش اللي هو انا دلوقتي في ميشن ان انا عايزه اخس فجبره نفسي ان انا اكل 4 وجبات، لا انا عايزه يكون ده حياتي، اعود نفسي ان انا اكل كل 3-4 ساعات حاجه بكميه صغيره غير الوجبه الرئيسيه بتاعتي. يبقى كده ده يومي ماشي. مش ان انا اقعد اقلل الاكل كده لحد ما اخس وان شاء الله اول ما اخس ارجع اكل كل اللي نفسي فيه. يبقى عملنا ايه؟ تحرمش نفسك، كل اللي نفسك فيه بكميات بسيطه. قلنا 80-20، يعني 80% هيلثي 20% ان هيلثي. لو انا بس حتى على الاقل الان هيلثي يكون من ضمن سعراتك، يعني هاخد حاجه، هاخد شيبسي مثلا نفسي بس يبقى من سعراتي، على الاقل ما يبقاش حاجه ان هيلثي وزودتني. غير طبعا بناخد وجبه فري كل اسبوع، وجبه واحده مش يوم فري عشان الدنيا ما تبصش. اتمنى تكون الرساله وصلت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتي، او لو بتشوفوني على الفيس تعملوا لي فولو. وهسيب لكم رقم تليفوني لو اي حد عايز يعمل متابعه. متابعه اونلاين موجود، وموجود العياده برضو في دقي. هسيب لكم العنوان لو اي حد محتاج. وهسيب لكم برضو رقم الحجز عشان تبقوا عارفين الكشوفات بالحجز يا جماعه والنبي، عشان بيحصل لي مشاكل بسبب الموضوع دوت. اهم حاجه الحجز، انك تكون حاجز قبل ما تيجي. دي حاجه مهمه ليا وليك، وعشان ما تنتظرش كتير. وبرده متاح ميزوثيرابي في الاماكن اللي هي فيها دهون عندي.